السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا. النهارده ان شاء الله باذن الله هنعمل مع بعض مخلل الزيتون الاسمر. زي ما انتم شايفين كده بيبقى جميل جدا في الشتاء، وبيبقى حلو قوي ورخيص كمان ومتوفر كتير. فنحاول ان احنا ننقيه، ما شاء الله بيبقى حلو قوي. واول ما بنجيبه بنغسله زي ما انتم شايفين، حتى كمان اهو لسه فيه ميه. ما تقلقوش والله من الزيتونية اللي بتبقى دبلانة او اللي هي بتبدأ تكش دي، بتبقى جميلة. بس نحاول ان احنا نبعد عنه اي حاجة، يعني هو بيبقى على الهدوم البيضة وكده. فنحاول ان احنا نخليه في مكان بعيد عن الايدين، علشان ما ياخدش ريحة، وكمان ما يبقى عليناش الهدوم وما يبهدلناش الدنيا. احنا دلوقتي غسلناه عشان التراب اللي فيه بينزل، طبعا ممكن يكون واقع في الارض او كده. ما نضمنش. وكمان زيادة ضمان ان احنا نكون ننقعه في ميه، والميه دي تكون ساقعه تحت ميه جاريه. وبعدين بقى بنطلعه منها وبنصفيه وبنحطه في طبق زي ما انتم شايفين كده. الطبق يكون بعيد عن اي حاجه. ويلا نشوف بقى بعد كده هنعمل ايه. بصوا يا بنات، ده شكله بعد ما احنا غسلناه بالميه السخنه. شايفين؟ اهم حاجه ان هي تكون ميه سخنه، عشان الميه السخنه بتنزل التراب اللي فيه، وكمان بتنزل المراره. اللون اللي بينزل ده ما تقلقوش منه خالص، بيبقى نازل بالمراره، يعني ما بيخليش الزيتون يبهت ولا اي حاجه. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله، لما اتحط في الميه السخنه كده مبقاش فيه ولا اي حاجه. وكمان زياده اطمئنان ان هو ما يكونش فيه تراب في التجاعيد اللي هي فيه دي ولا اي حاجه. هو ما شاء الله بيبقى طعمه حلو. وكمان اللون اللي بينزل ده ما شاء الله بينزل معاه التراب وكل حاجه. زي ما انتوا شايفين الميه اهم حاجه، زي ما انا قلت لكم، كمان تكون مغليه. بصوا اللون بينزل ازاي. اللون ده لو احنا حطيناه في بقنا اصلا مش هنلاقيه مر، لان اول ما بتنزل شويه ميه هم دول اللي بيكونوا مرين. بعد كده ده بيكون عامل اساسي ان الزيتون يستوي بسرعه. وكمان بيخلي طعمه حلو جدا، حتى مهما كان اسمر ومر ما بيخليش فيه مراره، وبيساعده على السوا بسرعه. بصوا يا بنات، احنا كده دلوقتي حطينا عليه الملح. اهم حاجه ان الملح يكون خشن بعد الميه السخنه. ما شاء الله شايفين طري ازاي. بنبدا ان احنا نحطه في برطمان عادي ونقفل عليه. هنسيبه 12 ساعه او يوم كامل، وممكن لو ما نزلش ميته يبقى يومين. بنسيبه لحد ما ياخد راحته خالص. وكمان بنقطع قرن فلفل من تحت علشان يتملح وياخد كميه الملح الكويسه جدا، اللي هي بتخليه ما يبانش فيه المراره ويستوي بسرعه. وكمان يكون حراق. اول ما هنلاحظ ان هو نزل ميه كده تحت في البرطمان، طبعا البرطمان بيكون شفاف، وهنلاحظ ان هو نزل ميه. اول ما بنشوف الميه نزلت منه بنصفيها، ونبدا بقى ان احنا نتبله. بس اهم حاجه ينزل ميه. ما بنعملش اي خطوه ولا بناخد اي خطوه من غير ما نشوف ان هو نزل ميه. وعاوزه اقول لكم ما شاء الله الزيتون ده طعمه مسكر جدا، نوعه نضيف بجد ما شاء الله، اللهم بارك. انا اكلت منه واحده مش مره، بتحس ان هي مسكره كده، يعني ما بياخدش وقت في السوا. فحاولوا ان انتوا تجيبوا النوع ده، لان النوع ده ما بيتعبناش وكمان بيعيش. عاوز اقول لكم اللهم بارك، مجرد ما تحط عليه الميه السخنه لمع كده. هو اصلا طبيعي سبحان الله لامع، بس مجرد ما تحط عليه الميه السخنه لمع اكتر. بصوا يا بنات، ده شكله بعد ما خلاص احنا صفينا منه الميه وغسلناه وحطينا عليه بقى فلفل حامي، فلفله حمراء، وكمان بنحط له خل وزيت. نفضل بقى ان احنا نقلبه في بعض كده، وبنحطه بقى في البرطمان. بنحط له زيت 3/4 زيت والربع التاني ميه وليمون. وبنبدا ان احنا بقى نقلبه بالفلفل، بقى بنكتره عشان الفلفل بيخليه محدق كده وجميل. اول حاجه هنشبعه زيت، وبعد ما بيشبع زيت كويس جدا بنبدا ان احنا نسيبه في الزيت. هنبص نلاقيه بدأ ما شاء الله ان هو يلمع، وهتحس ان هو تغير بدرجة 99% ما شاء الله اللهم بارك. هنبدأ بقى ان احنا نقلبه تقليبة كويسة جدا لحد ما احنا نمشي، نخلي الفلفل كله يبقى طعمه فيه تمام، وريحته بتظهر بقى، والدنيا بتبقى ما شاء الله جميلة جدا. وبعدين بقى بنبدأ ان احنا نحطه بقى في برطمان وكده، وبنسيبه 4 ايام. بعد ال4 ايام بنفتح عليه. عاوزة اقول لكم ما شاء الله بيبقى جميل جدا. ما شاء الله بجد بيبقى تحفة جدا، يعني طعمه احلى من بتاع بره بمليار الف مرة. يعني عاوزة اقول لكم حلو جدا، طعمه جميل مضمون نضيف. حاجة بسيطة جدا وسهلة ومش مكلفة وما بتتعبناش. يا رب يكون عجبكم الفيديو. لو عجبكم